زمان كان الواحد لازم يعدي حواجز كتير جدا، ابوها، الجيران، اخوها الكبير. ولو عديت كل ده اللي بتكسبه 3 ثواني 4 ثواني كلام. ولو حصلت مشكله بينكم مفيش بلوك ولا انفولو ولا تقل، لان انت هتبقى ركز علم بيقول ان العلاقات الصحيه قايمه على 3 حاجات: الثقه والتواصل والنسوان والاهتمام المتبادل، ودول اهم بكتير من المظاهر. مش لازم نرجع للحب اللي كان فيه الجواب بياخد اسبوعين عشان يوصل، ولا للحب اللي كله فلاتر بتاع دلوقتي الفيك. المهم نفهم ان العلاقه الحقيقيه مش في المظاهر بس في المضمون. عندك السوشيال ميديا، استخدمها بحكمه، مش كل حاجه لازم نعمل لها نصورها او نعمل لها شير. ما ينفعش حياتك تبقى على المشاع، لا حياتك الاجتماعيه ولا حياتك العاطفيه، وما ينفعش نشارك لحظاتنا الحلوه او الوحشه على السوشيال ميديا، لان السوشيال ميديا مش حياتك. مش وانت بتجيب حاجه تصور على السوشيال ميديا، مش وانت طالع تصور على السوشيال ميديا، مش وانت نايم تصور على السوشيال ميديا. ازاي بقى؟